فكرة انك تستنى تكون جاهز دي اكبر كذبة بتحبسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي انساتي سادتي عزيزي المستمع. عندك حلم، فكرة، مشروع، وبتقول لنفسك هبدأ اول ما ابقى جاهز. خليني بقى اقول لك الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها ابدا. انت مش هتكون جاهز في يوم من الايام، ولو فضلت مستني اللحظة المثالية عمرك ما هتبدأ. دايما بنفتكر ان في لحظة سحرية هنصحى فيها الصبح ونبقى جاهزين 100%، بس الحقيقة ان مفيش لحظة زي دي. حتى اكتر الناس نجاحا بدأوا وهم مش متأكدين، وهم بيغلطوا في البدايات كتير جدا. لو مستني تكون فاهم كل حاجة هتفضل قاعد، لو مستني يكون عندك كل الموارد برضه هتفضل قاعد. واللي بيتحرك هو اللي بيتعلم في الطريق، مش اللي يفضل قاعد وبيقول يا رب ارزقني اتعلم كل حاجة. زي كده في مقولة: اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. مش كلامي ده، كلام ربنا سبحانه وتعالى. الناس فاكرة ان الخوف هيروح لو استنينا شوية، لكن الحقيقة ان الخوف بيزيد وبيكبر ومش بيختفي. كل يوم بيعدي وانت مأجل كل حاجة، انت كده بتقوي فكرة انك مش كفاية. الشجاعة مش انك ما تخافش، الشجاعة انك تتحرك وانت خايف. لو فاكر انك محتاج خطة كاملة او تضمن النجاح من اول مرة، يبقى انت ما فهمتش معنى النجاح. النجاح مبني عن المحاولة والغلط والتصحيح. حتى الناس اللي بتحسهم كاملين على السوشيال ميديا وراهم سنين من الاحباط والمحاولات. ناس كتير بتقول انا مش واثق في نفسي عشان كده خايف ابدأ. بس الثقة عمرها ما كانت شرط، ثقة نتيجة. يعني ايه؟ يعني كل مرة بتجرب وبتفشل وبتنجح، حتى لو نجاح بسيط جدا، بتزود ثقتك في نفسك جدا. وكل مرة بتأجل اي حاجة انت عاوز تعملها، ثقتك بتقل في نفسك كتير جدا. خد لحظة وفكر، ايه الحاجة اللي نفسك تبدأها؟ ايه الحاجة اللي انت مأجلها بقالك شهور وسنين؟ الحلم مش محتاج منك نسخة مثالية ابدا، حلم محتاجك تبدأ وتتعلم وتغلط وتقع وتقوم وتكمل. وهفضل اقول لك مرة واتنين وتلاتة، لو هتستنى تبقى جاهز هتفضل قاعد مكانك. ابدأ من النهاردة اللي انت نفسك تعمله. متنسانيش باللايك والشير والسبسكرايب، ومتنسانيش برضو انك تتابعني على الصفحات دي. السلام عليكم.